السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله الحبيب. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذه القصرية ديال السكسو. جات واحد القصرية شهية وغزالة تبارك الله بالخضار واللحم وهذا. نتمنى تعجبكم أو تنال الإعجاب ديالكم، ونقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا. كيف كتشوفوا هنا راني وجدت مسائل ديال السكسو بعد ما قطعت اللفت والقرعة وخيزو والكرنب وصيبت ربطة ديال القزبر والدنجال والبصلة وحكيت مطيشة، ووجدت هذا العطرية اللي غنستعمل في هذا الطبق ديال السكسو واللحم كذلك. انا راني خديت البرمة بعد ما شعلت النار على عافية شوية مهيلة، ودرت الزيت في البرمة، ودرت هذيك القطع ديال اللحم ما شاء الله، وغادي نتبع لها واحد شويه الماء باش ما يتحرقش لي داك الزيت مع اللحم صافي، ودرت فيه شويه ديال الملحه. هنا الصوره التسميح ما خداتش لي كلشي سميتو، مهم معليش، راه تبارك الله مغربيات ما شاء الله عليهم عارفين المراحل ديال السكسو، راه كلكم كتعرفوهم. غير كنبغيو نشاركو مع بعضياتنا الوصفات وصافي، مره كنحطو شي حاجه في القناه ديالنا، هذا ما كاين. صافي بعد ما درت الزيت ودرت دوك الطرفه ديالي ديال اللحم، ودرت شويه د الملحه، واحد جوج عويشقات ولا ثلاثه ديال الماء باش كتشقاو وتقليو اللحمه على خضركم. صافي هنا خديت البصله شلطتها على طريفات صغيورين بالموس، صافي رميتها على اللحمه وكتبقاو تحركوا مره. صافي وهنايا غادي نخلطوا داك العطريه، خرقوم وبزار سكينجبير، واحد كنور ديال الزعفران ومليحه. صافي بعد ما كتقلى وكطيح ديك البصله كنخوي ديك المطيشه اللي حكيت حتى هي، وكنبقى كنحرك حتى كتعطي واحد لاصوص اللي هي معلكه مزيان، مطيشه وبصله والعطريه حتى كتعلك مزيان ديك العطريه مع داك اللحم، كتولي واحد المريقه معلكه وخاطره زوينه. هي كتعطينا السر ديال داك اللذه ديال البلول اولا الروال اللي غادي نسقيو به سكسو. يعني هاد المرحله حتى هي راه مهمه بزاف اننا نقليوه مزيان حتى كتعلق لينا داك المطيشه والبصله وداكشي. صافي من بعد كناخذ السميد ديالي كنديرو في الكسريه، هنا استعملت سميد مكسكس. صافي عطيته واحد جوج ليفات ديال الماء وخليته كيتشرب. هنا غناخذ ديك الربطه ديال القزبر وهذا غادي نزيدها في داك الحيمه والبصله ومطيشه اللي كيتقلاو حتى هي غادي نقلب بها وغنخليه كيتقلى. وهنا راني طيبت انا المقراش ديال الماء، يعني طايب مزيان وجدته البلول، ما كنستعملش الماء بارد نهائيا، دائما كنقلي اللحيمه مع المطيشه وبصله، وملي كيتقلاو مزيان وكتولي داك المريقه كما قلت لكم معلكه كنخوي عليها مقراش ديال الماء طيب. صافي هنا راه دغيا تبارك الله كتغلى البرمه، كندوز داك السميد اللي خويت عليه الماء، استعملت له جوج لايف ديال الحريره ديال الماء وخليته تشرب. راه كيتشرب داك الماء كامل، ما كتبقى حتى شي حاجه حتى تشرب داك الماء كامل. صافي بديت كنحلو بشويه بشويه، ومن بعد راه غادي نديرو في الكسكاس ونحطو فوق البرمه باش يغلى ديك الغليه الاولى ديالو، وكتساعدو معاه غير بشويه. المهم راه كيتشرب الماء، راه كتحلوه بيديكم بطريقه يعني ساهله وما كتطلبش وقت كثير. كما كتعرفوا السمين المكسكس راه كيطيب دغيا، يعني ما كيشدش وقت طويل بحال الاخر. ولكم كامل الاختيارات، انا مره كندير مكسكس، مره كندير العادي، مره كندير ديال القمح، على حسب الموجود في الدار، يعني داكشي اللي مقدين. انا صافي بعد ما راه المريقه ديالي ولات خضراء زدتها داك الماء طيب، وغادي نزيد هنايا داك الخضر اللي نقيت. فلفله حاره حيدتها باش ما تحلش، كنخليوها من بعد تيقرب يطيب. انا استعملت الجزر واللفت والكرنب وداك الدنجل الصغيور، كتغسلوه مزيان وتخليوه بداك الراس ديالو. صافي كترميوهم في البرمه غير شويش لان الماء طايب، غير شويه وكتغلى. صافي بعد ما كتغلى راه كنديروها في سميتو، غادي نديرو السميد فوق منها باش حتى هو طلع فيه الغليه. وهنا معكم
ونتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي والشرح ديالي وما تملوش. جزاكم الله خيرا. وحنا كنتبادلوا مع بعضياتنا الوصفات وصافي، مرة كل وحده خيرها في دارها. دونك هذه الفوره الاولى بعد ما عطيتو الماء وتشرب داك الماء وحليتو بيدي، وغادي نديرو يغلى فوق البرمه. هنا راه رميت الخضره كامله، يعني كما كتشوفوا بقى غير داك الحار. ميمكنش نديروه من الاول، راه كتعرفوا يقدر يتحال هذا غيضيع لك الكسكسو، كاين الوليدات وهذا، يعني غادي يجي حار بزاف. صافي هنا بقات عندي غير الفلفله، بقات القرعه راه غسلتها وقطعتها طريفات وحطيتها. سال من بعد المره الثانيه ولا الثالثه كل واش كيدير. هنا بعد ما غلات الفوره الاولى نتوما كتشوفوا باقا سخونه، حيدتها من البرمه، غادي حتى هي نديرها هنا. غنعاود نسقي السميد ديالي بالماء، نخليه يتشرب شويه، وغادي نعاود حتى هو نحلو بيديا. هنا كتعطيوه الماء راه كيشرب الماء مزيان. انا راه درت كيلو لاروب تقريبا، عطيتو النوبه الاولى 2 زلافات والنوبه الثانيه 2 زلافات، ولكن راه ما كبارينش بزاف. ايوا صافي كما كتعرفوا السخونيه راه يدينا راه ما بقاوش كيتحملوا سخونيه بحال امهاتنا وداكشي، الله يعطيهم صحتهم ويطول في عمرهم. كندير غير ملعقه هذا الخشبيه صباعي ما كيتحملوش لي نهائيا السخونيه. كنقدر شي عرفتي راه كيحرقني، يعني النوبه الاولى في المرحله الاولى ملي كناخذو كندير غير ملعقه خشبيه بشويه بشويه، عاد من بعد كنستعمل يدي. صافي هنا كتحاولوا تحركوه باش كله يوصل لداك الماء اللي درتو ليه، ونعطيه واحد المده يتشرب لينا الماء. ومن بعد راني كنزيدو شويه الزعفران، شويه السكينجبير، شويه المليحه وشويه الابزار، وكندير له واحد النسبه ديال الزيت النباتيه. كاين اللي كيستعمل زيت العود، على حسب الاختيار كل واش كيبغي، يعني كل الاختيار ديالو. صافي هنا راه برد شويه يعني مبقاش حامي. كنحاول نخلط هذيك العطريه مع السميد باش حتى هو يجي لذيذ. هنا واحد الاشاره ما توفرش لي الزعفران زغبه، هاد الطريقه زوينه كنديرها بعض المرات. خديتها عند واحد الصديقه ديالي الله يحفظها ويعطيها صحيحتها، كديروا شويه ديال الزعفران شعره في واحد الكويس الماء في الاول فاش يلا كتبغيو تبداو، وكتخليوه في واحد نص كويس ولا كويس الماء كيطلاق. وفي هذه المرحله كتضيفوه هنا السميد مع سكينجبير وبزار ومليحه وزويته، كيطلق واحد البنه غزاله ما شاء الله، وكيعطيه اللون زوين. يعني مهمه هاد المرحله بزاف كنستعملها، غير ملي قلبت لقيتو ساهله. صافي هنا كتبقاو كتحلوه بيديكم باش كينسجم داك السميد مع داك العطريه ومع الزيت وداكشي، يعني اي حبه ديال السميد كتشرب داك العطريه وداك الزيت اللي درتو. صافي وراه كتاخد حتى السميد كتاخد حتى اللون. صافي ملي كنساليو كنكونوا خدمنا السميد مزيان، يعني كتغسله مزيان. صافي كندوز كنديرو عاوتاني في الكسكاس. دابا هذه الفوره الثانيه غنرميها ثاني كتفور، وغنخليها تفور على راحتها. هنا كما كتشوفوا راه اللون طلع لي شويه في البرمه، حاولت انني نقصو هنا في هذه الكسرونه، وغطيته وخليته على جنب. في الاخر ملي كتشرب لي البرمه ولا هذا غنزيد هذاك البلول، ما نزيدش شي ماء اخر اللي غيبسل لي الطعام ديالي، لان بدا السميد كيطلع لي الماء، كيطلع لي السميد في الكسكاس كما كتشوفوا هنا. شفتوا هو طالع الكسكاس، هذاك الشيء علاش نقصت هذيك النسبه. صافي من هنا مني حيدت الفوره الثانيه هي درتها في القصريه، رميت القرعه وغادي نرمي هذيك الفلفله كامله. مناسبه هنا واخا كتشوفوها راها ما حاراشي بزاف، يعني كنستعمل حتى 4. هذا المهم كتلقاي ديك اللذه وصافي. ملح راه ما حراشي بزاف. صافي هنا كنبدا كنحلو نفس سميتو بالملعقه خشبيه بشويه بشويه. كنحاول نبردو، كنشوف الا خصو شي حاجه كنزيدها له.
شي زيت ولا شي حاجة بحال هكا، كتذوقوا الملحة وهذا. وإلا خصو شي حاجة ديال تحسين الذوق كتزيدوها له، ما خصوش، راه حنا كنحركوه شوية ونزيدوه الزويته وكنبقاو نخدموه باليدين حتى كنحلوه كامل يتخلط كامل ويبرد شوية. صافي كنعطيه هنايا مدة، كنخليه واحد شوية وكنغطي البرمة ديالي اللي درت فيها القرعة والفلفلة، كنعطيه واحد المدة لديك القرعة باش طيب لي. هنا السميد تقريبا راه ما بقاش له بزاف، كنحاول نحلو ونخليه حيت مني غادي نرميه صافي غتكون هي مرحلة أخيرة ما بعد التسقية كما كنقولوا. وهانتوما معايا متتبعين والاخوات اللي كيتبعوني واللي كيشجعوني واللي كيخليو لي ديما تعاليق، يعني اللي كتشجع وكتحفزنا اننا نزيدو لقدام. وكنشكركم بزاف، كنقول لكم الله يكمل عليكم الله يوفقكم حتى نتومايا ان شاء الله ويسر اموركم يا رب. وشكرا لكم اللي كتبقاو معنا حتى لاخر الفيديو كتشجعونا. وهنا كما كتشوفوا انا غادي ندير التسقيه الثالثه، صافي غادي نديرها فوق البرمه. راه نذكركم بان ملي درت الحرق راه عطيت واحد تقريبا واحد 15 ثانيه على عافيه مهيله بما كتغلى ديك البريمه وداكشي. كنعاود نزيد الثالثه، صافي الثالثه راه كتكون هي اخر مرحله. مني كتفور كنقصوا البوطه وكنبداو كنسقيو في الطعام ديالنا. كما كتشوفوا هنا راني كنقص، حاولت ما امكن باش ما يجيش فيديو طويل. يعني هنا الثالثه راه صافي راه غلات، عطيتها الوقيت ديالها غلات. وهنا غادي نبدا كنسقي كسكسو ديالي، راه تبارك الله جا من داكشي رفيع وجا لذيذ وعجب وليداتي. ايوا نتوما خيوراتكم في داركم وتبارك الله راه كلشي كيفور وكلشي كيعرف يفور. كما قلنا راه حنا كنشاركوا مع بعضياتنا هادشي اللي كاين الاخوات. صافي هنا كتقادوه في القصريه، كديروا داك الحفيره الوسط بشي زلافه ولا بيديكم بشويه، وتزيدوه واحد شويه ديال السمن السميد وشويه ديال السمن ثاني شي معلقه في البرمه باش كيتجانس داك السمن، يكون يعني في البلول في البرمه وكيكون حتى في السميد. السمن مهم بزاف سكسو لانه كيزيدوا اللذه كيصيبلوا المذاق. صافي هنا راه جاني كثير فورت بالزيت، كنحاول انني نقاد غير داك القدر اللي غادي نسكيو، يعني القدر اللي غناكلوه باش ما نخسروش كامل. صافي هنا كنقاد القصريه داك يعني داك الحجم اللي بغيت انايا، يعني القدر اللي غادي نسكيه هو اللي غنسكيه، الاخر لا. راه كاين اللي باغي اللبان، كاين اللي باغي ناشف، كاين. دونك في القصريه ديالي كندير داكشي اللي غنقاد عليه صافي. شتو هنا رديتو كيفور شويه بعد ما فار. هذه كانت اخر مرحله، غيبغيت نسخن شويه لانني كنت طفيت. صافي كتاخذوا القدر اللي غيكفيكم كتقادوه في القصريه، كديروا له داك الشكل ديالو فين غتحطوا اللحم والخضار وهذا. المهم راه كل واحد وكيف كيدير داك الشكل. كيكون سخون، الاحسن تسقيوه سخون باش كيتشرب. هنا كما كتشوفوا راه زدت السمن في البرمه، ونفس المعلقه غنزيد بها السمن للسميد كما قلت لكم دابا نيت. وكتقادوا الشكل ديالكم ديال الشكل النهائي ديال القصريه باش كتبداو تسقيو. وهانتوما كتشوفوا معايا هنا راه سكيت القصريه وسكيت طبسيل واحد اخر. كيبان لكم هنا البلور راه خاسر ومزيان ولذيذ. وهنايا هي القصريه ديالي اللي شاركت معكم، تبارك الله جات رائعه.
ها هي فوق منها الخضر كاملة بالكروم بالحار بهداك الدنجال بالقرعة، بكل شي تبارك الله. جا واحد الكسكسو كيما نقول لكم معتبر. حتى لهنا كنقول لكم شكرا بزاف للناس اللي بقاو معايا حتى